في مشهد دبلوماسي غير مسبوق، تتجه الأنظار إلى الجزائر التي تعيش واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها السياسي الحديث. فبينما تشتد النقاشات داخل مجلس الأمن الدولي حول ملفات إقليمية معقدة، تتحرك الدبلوماسية الجزائرية بسرعة غير معهودة، محاولة كسب دعم القوى الكبرى وعلى رأسها الصين. العنوان الصادم الذي تصدر المشهد: الجزائر تستعطف الصين، لم يأتي من فراغ. فحسب ما يظهر في الفيديو، قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بتوجيه رسالة عاجلة إلى نظيره الصيني يطلب فيها تفهم موقف الجزائر وعدم استعمال حق الأخذ الفيتو ضدها في القرارات الأممية القادمة. الخطوة جاءت في ظل تصاعد التوتر داخل أرضية الأمم المتحدة حول ملفات تمس المنطقة المغاربية، خصوصا قضية الصحراء الغربية، حيث تخشى الجزائر أن يتم اتخاذ قرارات لا تخدم مصالحها. الفيديو يظهر أحمد عطاف وهو يتحرك في كل الاتجاهات: مكالمات، لقاءات، بيانات رسمية، في محاولة لطمأنة الحلفاء وكسب التعاطف الصيني، ويقدمه بأسلوب درامي يوحي وكأنه في سباق مع الزمن. يحاول تجنب عزلة دبلوماسية قد تضع الجزائر في موقف ضعيف أمام القوى الكبرى. الجزائر بحسب ما جاء في المقطع تراهن على العلاقات التاريخية العميقة مع الصين، فهي تذكر بكين بأنها كانت من أوائل الدول الإفريقية التي دعمتها في المحافل الدولية، وتطلب منها اليوم أن ترد الجميل وألا تقف ضدها في مجلس الأمن. وتبرز الرسالة الجزائرية بوضوح عبارة تحمل الكثير من الدلالات: نحن نحترم صداقتكم، فلا تجعلوا الفيتو سلاحا ضدنا. لكن خلف هذه الدبلوماسية اللطيفة تختبئ مخاوف حقيقية من عزلة سياسية محتملة، خاصة مع تحركات إقليمية أخرى تضغط على الجزائر من أكثر من جهة. ويحاول الفيديو أن يربط بين هذه الأزمة وبين تراجع النفوذ الجزائري في بعض الملفات الدولية، ما جعلها تسعى إلى كسب دعم القوى العظمى بأي ثمن. وفي الوقت الذي تظهر فيه الجزائر تمسكها بخطاب السيادة الوطنية والاستقلال السياسي، يرى البعض أن الطلب من الصين عدم استخدام الفيتو يكشف عن قلق داخلي كبير من مواقف المجتمع الدولي. الفيديو يختتم بمشهد رمزي قوي، حيث يظهر أحمد عطاف وكأنه يخاطب الصين والعالم بنبرة تجمع بين الاستعطاف والاعتزاز الوطني: الجزائر دولة ذات سيادة، نطلب فقط أن تحترم سيادتنا. ثم تأتي النهاية بأسلوب تحليلي يترك المشاهد أمام تساؤل مفتوح: هل ستستجيب الصين فعلا للطلب الجزائري؟ أم أن الحسابات الاستراتيجية والمصالح الكبرى ستكون أقوى من الصداقة القديمة؟ الجواب كما يقول الفيديو ستكشفه الأيام القادمة، في وقت تتزايد فيه التوترات داخل مجلس الأمن وتتشابك فيه خيوط السياسة الدولية بين الشرق والغرب. شحال هذه ما جلستش هنا، الرمل كيبقى هو غير الريح اللي تبدلوا. هاد الريح هي اللي كتخلينا نرجعوا وكتعلمنا نصبر ونشوفوا القدام، حتى الصوت ديالها كيذكرني بالصغر. والناس تبدلوا ولا بقاو كيف كانوا؟ الناس ديما الناس، غير الهموم كتكثر ولا كتقل، المهم القلب يبقى صافي.